السلام عليكم. هذه صور ضحايا حادث المرور الذي وقع داخل النفق الحمدانية بالبليدة إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية كان على متنها 6 أشخاص. توفي 4 منهم رحمهم الله، وتم تحويل شخصين مصابين بإصابات بالغة إلى مستشفى بذات الولاية، ونسأل الله مولى عز وجل أن يجعل لهم الشفاء العاجل. والضحايا يتعلق الأمر بالمرحوم عبد الرزاق يوسفي 13 سنة، المرحوم عبد الرحمن زبيري 15 سنة، المرحوم ياسر بورحلة 16 سنة، والمرحوم كمال طاهر 16 سنة، وكلهم ينحدرون من ولاية المدية. وللإشارة، أحد ضحايا هؤلاء لم يمضي على وفاة والده شهر ليلتحق به ابنه الظاهر معه في الصورة. نسأل المولى عز وجل أن يرحمهم ويجمعهم في جنات النعيم، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.